السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية، وإن شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في كامل الصحة تاعكم يا رب. بالنسبة للفيديو تاع اليوم واش راح نديرو مخبز جوز الهند ولا لي بولدوناج. هذا المخبز اللي كاين بزاف ناس يطيح لهم، كاين بزاف ناس ما يتلم لهمش جوز الهند. على جال هذه حبيت ندير معكم هذا الفيديو باش نعطيك لكم كامل الاسرار وكامل لي زاستيس اللي تسحقوهم باش ينجح لكم هذا الوصفه. قبل ما نبداو كما العاده جيم كومونتير، ابوني في القناه اذا ما كنتوش ابوني، واذا عجبكم المحتوى بالطبع. بالنسبه للمقادير واش عندي الحاجه الاولى عندنا نواه كوكو ولا جوز الهند. انا هنا بالنسبه لي استعملت 250 غرام نتاع نواه كوكو. مع الاخر تاع الفيديو راح نمد لكم شحال خرجت لي من حبه وشحال سعر الحبه. هنا بالنسبه للمخبز تاعنا قلت لكم نستعملوا نواه كوكو. نواه كوكو هذا لازم يكون نوعيه مليحه، معناتها تخيري دائما هذاك النوعيه اللي تكون رقيقه، ما يجيش هذاك الخشب هذاك يصلح غير للتزيين، ما حاش يصلح لك للمخبز. وثاني تخيري النوعيه اللي تكون جديده، معناتها ماشي لازم يكون قديم، كي يكون قديم ما راحش يطم لك. هذه الاولى دونك لازم تسقسي اسكو جديد ولا نوعيه مليحه. واش ضفت له ثاني هنا؟ راح ترحيته كي شريته، راح تعاود ترحيته وحده ومن بعد حطيته عاود كيلته 3 كيلات. قلت لكم 250 غرام. واش ضفت لها؟ ضفت لها كيله ناقص ربع نتاع سكر كريستاليزي مرحي ثاني، عاود ترحيته باش يولي لك شغل سكر غلاس. وعاود خلطته مع مبشور الليمون، مغرفه معمره مليح، مع مغرفه فارينه. المغرفه تاع الفارينه تقدري تستغناي عليها اذا كان جوز الهند تاعنا كان من نوعيه مليحه. اذا كان ماشي من نوعيه مليحه لازم منا مغرفه تاع فارينه ولا تاع نشا كما حبيتو. هذه المقادير كاملين راح نعاود نحطهم في غيسيبيون تاع في الرحه تاعنا في الروبو، ونعاود نرحيهم مع بعضهم باش هكا يزيد يعطينك نتيجه احسن، باسكو مادام درت فيه السكر راح يعاونوا باش يقدر يرتاح لي مليح. قد ما كان نواه كوكو تاعكم كان رقيق قد ما راح تنجح لك الطريقه تاعك وراح ينطم لك. اذا كان خشن هذاك اللي كيما الخشب دونك هذاك امبوسيبل راح ينجح لك. هذاك ما قلت لكم غير للتزيين، هذا ما كان ما نستعملوش باش نديرو به مخبز ولا نديروه في ليبات. مما نعرفوا بلي جوز الهند يشرب بزاف، على جال هذه اللي شغل دائما ميم كي نكونوا حنديرو في لابات نخير النوعيه اللي تكون مليحه. نعاود نرحيهم مليح مليح حتى وين نحسوا باللي ترحى لي بيان، ومام هذاك السكر عاود تخلط مليح مليح مع نواه كوكو. نحطو في ريسيبيون اللي درت فيه الاول، راني رحيته كامل. دونك هنا تحسوا باللي كاين ديفيرونس ما بين ما كيما شريتوه وتولي لكم رطب ومليح، تحسوا باللي راهو رطب. فوالا دونك هاوليك الخليط تاعي. واش راح نضيف له دوكا؟ راح نجيب عصير الليمون. هنا تقدروا ديروا جو سيترون، تقدروا ديروا عصير يعني تعصري الحبه تاع الليمون تاعك وتحطيها، وبيان تجيبي شويه عطر الليمون وحطيه. هذه اختياريه، حبيتو ديروها باسكو كاين بزاف اللي يحبوا الليمون ومليح المخبز دائما يحب الليمون، نجل هذيك اللي نزيدو نضيفو له. ابخي واش راح ندير؟ راح ندير ربع مغرف برك نتاع زبده في الكيلو تاع نواه كوكو، راح ديري مغرفه ونص نتاع زبده. انا هنا مادام عندي 250 غرام درت ربع مغرفه برك، ربع مغرفه شويه فايته. نحكها ما بين يديا باش هكا باسكو لازم تكون بحراره الغرفه، نحكوها ما بين يدينا باش تتخلط مع كامل المكونات، وما نروحوا نضيفوا البيض هكذايا. نحكها ما بين يديا برك باش تتخلط هذا مكان. وبعد نجيبوا البيض تاعنا نبدا نحط بيضه بيضه. هنايا دائما احنا في المخبز يكون عندنا شويه الصفار زايد على البياض، مي انا عندي كميه صغيره ما راحش نستعمل فيها غير صفار، استعملت البيض كامل. بالنسبه لكميه البيض ما حاش نقدر نمدها لك باسكو قلت لكم على حساب نواه كوكو تاعنا اسكو يشرب ولا لا. بالنسبه لي انا 250 غرام نتاع نواه كوكو شحال كلات لي 3 بيضات ونص، باسكو درت صفار، معناتها 3 بيضات كاملين وواحده صفار. نطموها. نعرفوا بلي جوز الهند يشرب على جال هذيك اللي ياكل لك بزاف البيض، كتكوني ديري كيلو يقدر ياكل لك حتى 20 بيضه. فوالا طميه مليح وعجنيه باش هكا يتعسل لنا هذاك السكر، وهذيك المغرفه تاع الفرينه راح تعاوننا باش ينطم. انا هنا زدت الصفار وما بديت نزيد البيض بالعقل، مع الاخرى كملتها وزدت صفار واحده اخرى. هنا ما بانتش مي انا كملتها وزدت صفار، معناتها درت 3 بيضات وصفار في هذه الكميه. هكذا كنا قلت لكم هذا يا جوز الهند خيرت النوعيه المليحه، وهكاك وعذبني شويه باش نطمليه.
على اجل هذه اني نقول لكم بلي لازم تخيري النوعيه المليحه. هي صح كي تروحي لازم واحد كونفيونس اللي راح يبيع لك حاجه صح مليحه، كي تقولي له طيني مخبز طيني جوز الهند مليح راح يعطيه لك مليح. كورت هكذا كويرات، انا وزنتهم هنا درتهم 35 غرام. نتوما هنايا كيما تحبوا، حبيتي تشدي هذا كامل العجينه هذيك وتعاودي طميها، طميها وتسرحيها وتطبعيها ديكور ولا كاريات ولا مربعات دوائر كيما حبيتو انت والشكل اللي حبيتيه. حبيتو ديروه هنا باسكو الزبونه حبات كرات، على جال هذيك اللي درتهم كريات. سينو تقدري ديريهم طبعيهم باي طابع اللي حبيتي. هكذا نديرهم كويرات، نحطهم قدام بعضاهم في سنيوه تكون مرشوشه بالفرينه، تكوني فتحتي الفور تاعك من قبل على 180 درجه وخليهم يطيبوا. هنا بالنسبه للطياب تاعهم يطيبوا لك من تحتايا واحد 10 مينوت، هذا ما كان ما يطيبوش بزاف باسكو نسحقوا غير البيض برك ينشف كيما المخبز العادي، ومن بعد تشعلي لهم غير ابل من الفوق غير يولوا صفوره برك تنحيهم. فوالا دونك هذا شغل يتبدل برك لا كولور تاعهم، يكون صفر فونسي باسكو على جال البيض ما يبدا يولي كلير باسكو كيطيب لنا البيض. هذا ما كان باش تعرفي بلي طاب لك البيض. تروحي تحضري الكلاصاج. انا هنايا في هذا الفيديو ما درتلكمش الكلاصاج باسكو درتو بزاف من قبل، على جال هذه ما حبيتش باش ما يجينيش الفيديو طويل. مي الكلاصاج تاعنا واش درت هذاك تاع كيلا زيت كيلا حليب وكيلا مزهر مع نص كيلا تاع جو سيترون، وتلمي ديري لها ملون ابيض وما تحطي لها السكر حتى وين تولي لك خليط اللي ما يسحناش، وثاني اون بلوس ما يكونش بزاف عاقد. تطلي كامل الحبات تاعك تخليهم ينشفوا، نمسحوهم بالناكريم نقوهم من تحت ونمسحوهم بالناكريم ونروحوا نديروا التزيين تاعهم. قلت لكم انا بالنسبه للتزيين خيارات للزبونه تزيين بسيط ما فيش حاجه كبيره، تديري لي غير خطوط شويه عقاش وورده فقط، هذا ما كان بصح خرج راقي وشباب وحبه مليحه. هذا هو التزيين تاعنا النهائي. كملوا كامل الحبات نشوفوهم في طبق التقديم. هاوليك بعد ما كملتهم وحطيتهم في الكيسات جات حلوه ما شاء الله، وما من داخل جا معسل. ما قدرتش نفتح معاكم حبه باسكو كانت زبونه دوموندات كميه وداتها كامل. بالنسبه للكميه اللي حيخرجها لنا 250 غرام نتاع نواه كوكو، هي 15 حتى 16 حبه، وثاني بهذاك الوزن ب 35 غرام. بالنسبه للسعر حتحسبوهم من 9000 حتى 9500 على حساب الوزن نتاع الحبه والتزيين. ثاني باسكو علاش ثاني نواه كوكو راه يدير 100000 للكيلو. فوالا دونك هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم وان شاء الله يا ربي تفدتوا معايا وديتوا كامل الاسرار والنجاح هذا الوصفه. تهلاو لي في روحكم ونتلاقاو في الفيديو الجايين باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.